سباليتي بيقدم نسخه رديئه جدا من منتخب ايطاليا. مش دي ايطاليا الحقيقيه اللي احنا عارفينها خالص. ايطاليا في 4 ماتشات استقبلت كل انواع الاهداف اللي انت ممكن تتخيلها. كابتن هو كله ضرب مفيش شتيمه ولا ايه؟ بسبب ان الباشا بيلعب ب4 في الدفاع، واغلب لعيبه الدوري اللي هو مختارها بنفسه بتلعب مع فرقها ب3 مدافعين بس. ده انا عيط طلاق ما هسيب. منتخب ايطاليا مش قادر يبني الهجمه، مش قادرين يطلعوا بهجمه واحده توحد ربنا من ورا لقدام، ودايما في مشاكل في العمق عندهم، ظهر لعيبه خط الوسط. لا مش قادر اكسر ربي ما قادر. دايما في لعيب موجود بالذات في ماتش سويسرا واقف بيستلم الكره في الحته دي من غير اي ضغط من اي لعيب من ايطاليا. انا ايه اللي مشاني وراك؟ ما انا كنت في حالي، فقرتني وجبت لي الفقر. الشوط الاول سويسرا زنق ايطاليا في نص ملعبها 10 تسديدات مقابل تسديده واحده. امشي انت من هنا. لا حل علي من هناك اللي بتمسكنا انا. انا هنقعد كده لوحدنا. ازاي ايطاليا بتلعب سويسرا بالاسلوب ده؟ سباليتي ما خدش باله يا حيوان يا متخلف، انت اطرش يا حيوان خالص طول الماتش ان هو يغير من اسلوبه ويرجع يلعب ب3 مدافعين تاني. طب ازاي؟ طب انت هتكمل ازاي؟ ما انت لازم تطلع، انت كده لازم تروح بلدك، انت بتلعب اوروبا. انا عن نفسي مش بهاجم سباليتي كشخص، يعني هو سباليتي كشخص هو مدرب كويس، بس السكواد حتى اللي معاه دي مش ايطاليا دي يا جماعه. بالنسبه لايطاليا اللي احنا اتفرجنا عليها دي تعتبر اشباه لعيبه. يعني انت لو حد ايطالي زمانه قاعد يشتم في الناس دي بالايطالي، احنا مش فاهمينهم بيقولوا ايه. بس زمانه بيسيب لهم 30 ربع. انما احنا هنا نتفرج على ايطاليا باشباه اللعيبه دي، ما تقوليش ان دي ايطاليا. فهو يا دوب هي طلعت من سويسرا لان ده اخرها، ما كانش ينفع تكمل خالص باللعيبه دي لدور اعلى من ده. ده احنا كده خلاص. اللي جاي بقى، هل ايطاليا هتكمل بالسكواد ده؟ هل سباليتي نفسه هيكمل ولا هيمشي؟ هو مشكله سباليتي او غلطته ان هو ساب نابولي وراح مسك منتخب. انا شايف ان هو كان يكمل مع الانديه، لكن ان هو يتجاب كده يتحط مع المنتخب بالسكواد ده، السكواد ده ما لعبش كوره وسباليتي اتظلم وايطاليا كلها اتظلمت. قول لي ايه رايك؟ شايف ان المشكله في سباليتي ولا في السكواد؟